السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موضوعنا عن شيء خطير جدا في حياتنا اليومية، لكن للأسف أحيانا بنتساهل فيه، ومن كتر ما هو صعب كنت مش عارفة أنزل لكم الفيديو، لأن كنت حاسة إن مهما اتكلمت عن قد إيه الموضوع كبير مش هقدر أوصل بالصورة اللي فعلا محتاج إن احنا نكبرها. بس بإذن الله ربنا قادر يوصل لكم الكلام ويدخل قلبكم وتعملوا بيه. والموضوع هو الغيبة. خلونا نغوص مع بعض في المعنى الحقيقي للغيبة وأضرارها وحلول للتخلص منها. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ولو ظهر أي إعلان فيه موسيقى أو مخالفة لدين الله أرجوكم اعملوا تخطي للإعلان أو وطوا الصوت لحد ما يبدأ الفيديو. طيب أولا كده، إيه هو أصلا تعريف الغيبة؟ الغيبة ببساطة هي إنك تذكر شخصا بما يكره في غيابه، يعني أي كلام عن شخص هتقوله وهو مش موجود، حتى لو الكلام كان صحيح يعتبر غيبة طالما هو هيضايقه أو يجرحه. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا الكلام في حديثه وقال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكر أخاك بما يكره. ففي صحابي قال له: يا رسول الله، لو أن في أخي ما أقول، يعني هي مثلا في الطبيعي قصيرة وأنا بقول إنها قصيرة وهي مش موجودة. فالرسول وضح وقال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وبهته يعني ظلمته، اللي هو انت عاوز كمان تقول حاجة مش فيه، ده كده انت تكون مغتاب وظالم. ممكن واحدة تقول: أنا ممكن أقدر أقول أي حاجة في وشها عادي، فطالما قلت في وشها عادي ممكن أقول من وراها. لا طبعا، مش كونك انك قلتي الكلام في وشها فده يسمح لك انك تقولي اي حاجة من وراها، لانها برضه هتكون غيبة، واذا قلتيها في وشها هتكون سخرية. وربنا قال: لا يسخر قوم من قوم. عاوز احكي لكم قصة بسيطة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان متجوز بصفية رضي الله عنها، والسيدة صفية كانت جميلة جدا. فالسيدة عائشة امرأة وبتغير عادي يعني، فقالت: يا رسول الله، حسبك من صفية، إنها هكذا، وأشارت بإيديها إنها قصيرة يعني. فغضب النبي وقال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. انتوا متخيلين كلمة بسيطة بالنسبة لنا لو وقعت بس في البحر هتغير لون البحر كله؟ وده دليل إنها حاجة مش سهلة خالص. وكمان نفهم من الحديث إن الغيبة مش مجرد كلام بس، الغيبة ممكن بالإشارة والحركات زي الكلام بالظبط. شوفوا بقى احنا كام إشارة بنعملها وعملناها في حياتنا. ممكن تلاقي واحدة بتعمل لك حركة كده بإيديها اللي هي واحدة مجنونة أو تعبانة في مخها، أو تقلد حد في مشيته بطريقة سخيفة. وبرضه زي برامج التيك شو، برنامج من أوله لآخره غيبة وسخرية. وللأسف إذا انت بتتفرجي ومستمتعة فانت كده شريكة في الاسم ده. طيب ليه بقى الغيبة خطيرة جدا؟ أولا لأنها حرام شرعا. هسألكم سؤال: هل الغيبة من الكبائر؟ طبعا أكيد كلكم قلتوا أيوة طبعا. عاوزة أقول لكم إن الغيبة من أكبر الكبائر، دي كمان أعظم من الزنا. ودي المصيبة، إننا مش مدركين قد إيه الموضوع خطير. وربنا شبه الغيبة في القرآن الكريم إنك كأنك بتاكلي لحم أخوك ميت. الفكرة لوحدها صعبة، فتخيلي إن انت يوم القيامة هتعمليها طالما اغتبتي. ده غير إنها بتاكل من الحسنات. الغيبة مش بس حرام، لكنها كمان بتدمر حسناتك، لأنها ممكن تكون سبب إن الشخص اللي اغتبتيه ياخد من حسناتك يوم القيامة. المغتاب بيكون للأسف خسران، بيجي يوم القيامة وقد شتم هذا واستهزأ بهذا وهتك عرض هذا وسخر من هذا، فبيدي كل حسناته لدوت ولدوت ولدوت، وفجأة بيلاقي كل حسناته انتهت. انت متخيلة انك عمالة تتعبي في الدنيا عشان تدخلي الجنة، وفي الاخر يوم القيامة توزعي كل اللي انت عملتيه على غيرك؟ ايه كمية الخسارة دي؟ ده غير ان بسبب الغيبة بيحصل تفرقة بين الناس، لانها بتسبب مشاكل بين الصحاب والعائلة، وبتنشر الحقد والكره بين الناس. ده غير برضو انها بتضيع الاجر. ممكن تقعد تعمل خير في حياتك كلها، لكن بسبب الغيبة بتضيع كل حسناتك. زي ما جه في حديث المفلس، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، وفي الآخر بيدخل النار. زي بالظبط اللي معاه شوال عمال يعبي فيه وفي الآخر الشوال مخروم. وذكر برضو عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن في امرأة كانت كثيرة الصيام والصدقة، لكنها كانت بتؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
هي في النار. ثم ذكر أن امرأة قليلة الزكاة والصيام وقليلة النوافل لكنها حسنة الجيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهي في الجنة. إذا أنا لساني ده لازم أمسكه، لأنه يا إما هيكون السبب في دخول النار أو الجنة. طيب احنا عاوزين نفهم احنا ليه أصلا بنغتاب. ممكن يبقى فراغ عاطفي أو نفسي. بعض الناس بتغتاب غيرها عشان بس تغطي على نقص جواها أو شعور بعدم الثقة. وممكن برضو البيئة المحيطة، لما نكون للأسف في مجتمع بيتساهل في الكلام عن الناس، محدش بيقول حرام أو حلال، فبتتعلمي منهم إلا من رحم ربي. وده يخلينا نخلي بالنا قوي عشان أولادنا بيقلدونا، وما نكونش احنا سبب في إن هم تعلموا عادة سيئة مننا. وممكن برضو الغيرة أو الحسد أو العادات السيئة. وللأسف أحيانا بنتعود نتكلم على غيرنا دون وعي بخطورته. خلاص اتعودتي إنك تتكلمي. طيب احنا ما ينفعش نفضل كده، احنا عاوزين ندخل الجنة، فلازم نعرف ازاي نوقف نفسنا عن الغيبة، لأن احنا خلاص أدركنا مدى خطورتها. ركزي بقى معايا في الخطوات الجاية وبإذن الله تفيدك. أول حاجة هو اللجوء إلى الله والاستعانة وصدق التوكل، ولازم أكون فاهمة مدى خطورتها على حياتي وآخرتي. ولازم برضو الاستغفار والتوبة. لو اغتبتي حد لازم تستغفري وتتوبي، وندعي للشخص اللي اتكلمنا عنه. عودي لسانك ان دايما يكون شغال بذكر الله. صدقيني لو لسانك على طول مشغول بذكر الله، خلاص سبحان الله لسانك مش هيعرف يتكلم في اي حاجة تانية لا ترضي الله. من الحاجات بقى العملية، انشغلي بعيوب نفسك. شوفي مثلا وليكن عندك 5 عيوب في شخصيتك، اكتبيهم وابدأي واحدة واحدة، غيري عيب ثم عيب ثم عيب. وكل ما هتكوني مشغولة بتصليح عيوبك هتلاقي نفسك بعيدة عن الانشغال بعيوب الناس. حد من السلف بيقولوله احنا ليه مش شايفينك بتغتاب الناس؟ فقال لهم لست عن نفسي راضي لأتفرغ بعيوب الناس. لكن للأسف احنا بنزكي نفسنا. ولو نفهم كنا خفنا نتكلم على حد، لأن إذا اتكلمتي على حد أكيد ربنا هيبتليكي بنفس العيب. فمن الحاجات اللي بإذن الله هتساعدك إنك لازم تكوني عارفة إن الجزاء من جنس العمل. كام مرة في حياتنا أو كام قصة سمعناها إن واحدة تقول أنا عمري ما أعمل زيها، وتلاقيها سبحان الله بتعمل نفس الحاجة اللي قالت أنا عمري ما أعمل زيها. ابن القيم بيقول من عاب أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله، فإياك والشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وبرضو من الحاجات اللي هتساعدك انك تعودي نفسك على الصمت، انك ما تتكلميش كتير الا بحساب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انك ما تزال سالما ما سكت، فاذا تكلمت كتبت لك او عليك. اذا قعدتي بقى مع ناس بدأوا يغتابوا، حاولي تغيري الموضوع بطريقة لبقة. قولي اي كلمة بسيطة توقف الكلام، وبلاش تكوني حادة وتقولي اتقوا الله حرام ايه اللي انتوا بتعملوا ده، وتقعدي تكلمي بأسلوب يخليهم ينفروا منك. يكفي كلمة بسيطة وبأسلوب لين. يعني ممكن بلاش نجيب يا جماعة في سيرة الناس، يا جماعة خلونا نجيب سيرة الناس بالخير. أي كلمة بسيطة تمنع الأمر ده، وبعد كده تفتحي أي موضوع تاني. ممكن تلاقي الناس مصرة برضو إن هي تتكلم، حاولي معاهم مرة واتنين، لقيتي مفيش فايدة اعتذري وقومي. ويا سلام بقى إذا عرفوا إنك قمتي للسبب ده، هيكون زي موعظة كده ليهم وتذكرة. وياريت من الأفضل إنك تبعدي عن المجالس السلبية اللي كلها كلام فاضي مليان غيبة ونميمة ومفهوش أي حاجة ترضي الله. حاولي على قد ما تقدري تقللي الجلوس معاهم وبدليهم بناس يرفعوكي شأن. ومن الحاجات الحلوة قوي تذكري الناس بالخير. عودي نفسك دايما على مدح الناس بدل من ذكر عيوبهم. ودايما قبل ما تتكلمي عن حد في أي حاجة اسألي نفسك هل كنت أقبل إن حد يتكلم عني بالطريقة دي؟ طيب أنا عرفت دلوقتي مدى خطورتها وعاوزة الشخص دوت يسامحني لأن اغتبته، أعمل إيه؟ أول حاجة لازم تتوبي إلى الله وتندمي على كل يوم إذا سمعتي فيه غيبة أو اغتبتي، وتستغفري وتعزمي وتجاهدي نفسك إنك ما ترجعيش أبدا للأمر ده. طيب وحق اللي اغتبته، إذا الشخص دوت عارف إنك اغتبتيه تروحي وتطلبي منه السماح. طب إذا معرفش، في 2، معرفش وأقدر أوصله ومعرفش وما اقدرش اوصله. زي مثلا حد انقطعت الصلة بينك وبينها، او اصلا معرفش طريقه، او حد مثلا في التلفزيون. الحل للشخص اللي مش عارفة اوصله انك تكثري من الاستغفار ليه.
ولو ذكرتيه بسوء قدام الناس تكذبي نفسك قدام نفس الناس وتقولي يا جماعة أنا غلطانة إن قلت على فلان كذا وكذا، وبعد كده تذكريه بالخير وتطلعي عنه صدقة لعل ربنا يتجاوز عنك يوم القيامة. طيب إذا شخص بقى أعرف أوصله، إذا هو شخص لين وعاقل ومش هيحصل مفسدة ومش هيحصل مشاكل، قوليله مثلا معلش احنا كنا قاعدين واختبت عليك وعاوزك تسامحني ليه، ومش لازم ابدا تقوليله الكلام اللي قلتيه عليه عشان ما تكبريش الموضوع. طب في ناس لو رحتي قلت لهم انا اختبتك ممكن يحصل مفسدة اكبر من المصلحة والموضوع ممكن يسوء وممكن يحصل كمان قطيع. في الحالة دي ما تقوليش، وبينك وبين ربنا استغفري له كتير واذكريه بالخير مع نفس الناس اللي اتكلمتي عليه قدامهم بالسوء. قولي مثلا والله الشخص ده طيب وكريم، والله ده أكرمني في بيته وجاب لي كذا وكذا وإنسان خير وهكذا. شفتوا الموضوع مرهق وورطة قد إيه؟ طب ليه نعمل في نفسنا كده طالما الحل إن أنا ما اختبش وخلاص وامسك لساني؟ السؤال هنا بقى، هل في استثناءات للغيبة؟ يعني في حاجات مسموح إن نختف فيها؟ الإسلام دين عدل، وفي مواقف معينة يجوز فيها الكلام عن غيرنا بشرط إن يكون الهدف شرعيا ومحددا. زي مثلا حد متظلم، انت مثلا اتظلمتي في حاجة او في امر معين، بتروحي لحد عادل او قاضي بتقولي له مثلا ان فلان دوت سرق مالي وعمل فيا كذا وكذا، او مثلا زوج وزوجة بينهم خلاف كبير وجابوا حكم من اهلها وحكم من اهله، والست بتشتكي وبتقول ده بخيل او عصبي او بيضرب او بيشتم. كل الكلام ده ممكن تقوليه لكن للضرورة، واتكلم في قلب الموضوع اللي فيه الخلاف. يعني ما اروحش مثلا اقول والله ده حتى اصحابه بخيل عليهم، هنا ما ينفعش. يبقى انا اقول المشكلة اللي معايا بس ما زودش في الكلام، واقول لحد يرفع عني المظلمة ومش مجرد حكاوي وخلاص. تاني حاجة، لو حد عنده عيب مثلا ومعروف بالعيب دوت، زي مثلا واحد مشهور باسم الأحول، أو ممكن واحد اسمه فلان الأعور هو مشهور بكده. يعني مثلا واحدة تقولي عارفة آية، فانت تقولي لها آية؟ آية مين؟ فتقولك آية، آية اللي مليانة شوية. انت هنا مش قصدك تتريقي عليها، انت بتوصفيها بالعلامة اللي هي مشهورة بيها قدام الناس. تالت حاجة التحذير، لو في شخص بيخطب مثلا وسألوك عن أخلاقه، وقتها لازم أقول إذا في صفات سيئة واذكر كل الصفات، يعني ما اقعدش أركز على المساوئ بس. لو هو مثلا شخص كريم لكن عصبي جدا وعصبيته دي ممكن تؤدي للضرب، أقول له والله هو شخص كريم لكن للأسف هو عصبي جدا. أو ممكن أنبه غيري عن شخص نصاب أو مؤذي، وكده تعتبر برضو مش غيبة. رابع حاجة، لو حد مجاهر فسقا، يعني مثلا ربنا يتوب علينا كلنا واحدة رقاصة فتقولي لحد فلانة، تقولك فلانة؟ فلانة مين؟ فلانة الرقاصة. انت كده ما تقصديش انك تعيبي عليها، لكن هي اصلا مجاهرة بالمعصية دي وبتقولي انها رقاصة وبتجاهر بيها عادي. خامس حاجة، ومستفتي، حد طلب فتوى. لما تسأل عالم عن حكم موقف معين حصل معاك، فالشيخ او العالم لازم يسألك او يعرف حاجة معينة عشان يقدر يفيدك. زي مثلا واحدة تقول يا شيخ انا زوجي فيه العيب الفلاني وزوجك بيكره تذكري العيب ده، فانت كده مفيش غيبة لانك بتستفتي عشان تحلي. سادس حاجة واخر حاجة، طلب الاعانة في ازالة منكر. مثلا في شباب واقفة قدام مدرسة البنات وبتضايق البنات في الرايحة والجاية، فواجب هنا ان انا اروح اشتكي واقول الاوصاف اللي لقيتهم عليها، اروح بقى لجهة مسؤولة او ناس تقدر تشيل المنكر دوت. او مثلا لقيت ولد بيشرب سجاير وانا عرفت ورحت قلت لابوه ان ابنك بيشرب سجاير، انا هنا قلت لابوه عشان هو اللي باذن الله في ايده الحل. اي بقى حاجة لقيتها منكر في الشارع، لكن حتى في الحالات دي لازم يكون الكلام محدود ومباشر بدون زيادة او مبالغة، يبقى هما دول بس اللي مسموح فيهم الغيبة. فوق كده ما تفتحيش بقك وما تجيبيش سيرة حد. حابة بقى احكي لكم قصة بسيطة ان شاء الله تعجبكم قبل ما اختم. كان الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه من أعظم علماء التابعين، وكان معروف بحكمته وتقواه. وفي يوم من الأيام سمع أن أحد الأشخاص في مجلس كان بيغتابه واتكلم عنه بسوء. تتوقعوا كان إيه ردة فعله؟ هل غضب؟ هل راح يواجهه ويتخانق معاه ويقوله أنت إزاي تتكلم عليا؟ لا، ما عملش كده. الإمام الحسن عمل حاجة عجيبة جدا وجميلة في نفس الوقت. جاب طبق وملاه من التمر الطيب وبعته للشخص اللي اغتابه دوت مع رسالة قصيرة، وقال له فيها لقد بلغني أنك أهديتني من حسناتك
فأحببت أن أرد لك الجميل بشيء مما أملك، فجزاك الله خيرا. الراجل اتأثر قوي من الرد العجيب واللي مليان بالحكمة واللطف، وحس بالندم على اللي عمله. مش بس كده، ده راح بنفسه للإمام الحسن عشان يعتذر له ويتوب عن الغيبة. ومن ساعتها الراجل اتعلم الدرس ان هو ما يتكلمش عن حد ابدا. من الحاجات الجميلة اللي لازم نتعلمها اذا عرفنا ان حد اغتابنا هي رد الإساءة بالإحسان. الإمام الحسن علمنا درس عظيم في ان ازاي التعامل مع من يسيء إلينا. بدل الغضب او الرد الإساءة بالمثل تكسبي قلوب غيرك بتصرف راقي ومهذب. حاجة كمان انك تقدري تتوبي مهما كان خطأك. الطريق للتوبة مفتوح دايما، بشرط انك تعترفي بخطأك وتصلحي اللي فسدتيه. وخلي عندك دايما الرد بحكمة ولطف، ممكن دوت يغير حياة شخص بالكامل ويخليه يعرف غلطه. واسألي دايما نفسك، هل يستحق الموضوع ان اخسر حسناتي وابقى مفلسة يوم القيامة؟ في الختام عاوزة اقول لكم نصيحة من القلب، كلنا بشر معرضين للخطأ، لكن الأهم إننا نكون واعيين ونحاول نغير من نفسنا للأفضل. خلونا دايما نفتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وافتكري دايما إن حسن الخلق هو مفتاح القلوب. خليكي حكيمة زي الإمام الحسن، وابدأي كل يوم بنية صافية وأخلاق عظيمة. لو عندك بقى أي تجارب أو قصص عن الغيبة شاركينا في التعليقات، يمكن كلامك يساعد غيرك ويتوب أو يتجنب العادة السيئة دي. شكرا إنكم سمعتوني للآخر، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. السلام عليكم.